أهلا بيكم في أول حلقة من البودكاست اللي أنا قررت أتكلم فيه من القلب عن حاجات كتير بنمر بيها، بنحس بيها، بس مش دايما بنعرف نعبر عنها. مش دايما بنفهم احنا مين أو عايزين ايه أو حتى ليه حاسين اللي بنحسه. النهاردة هحكي لكم حكاية بنت مش فاهمة نفسها. البنت دي كانت دايما بتحس ان في حاجة ناقصة. بتصحى الصبح تروح الكلية أو الشغل أو بتقعد في أوضتها بتعمل اللي عليها، بس دايما في سؤال في دماغها مش بيسيبها: هو أنا مالي؟ ليه مش مرتاحة؟ ليه حاسة إني تايهة كده؟ هي مش مكتئبة بس مش مبسوطة، مش وحيدة بس حاسة إن مفيش حد فاهمها، مش ضعيفة بس دايما بتحس إنها أقل من اللي حواليها. كانت ساعات بتبص في المراية وتقول لنفسها: أنا ليه مش بحبني؟ طب هو أنا وحشة؟ طب ليه بحس إني مش كفاية؟ كل اللي حواليها شايفينها بنت عادية هادية كويسة، بس جواها دوشة. بتضحك في وش الناس وتضحك معاهم، بس جواها صوت بيقول لها: هو أنا بضحك ليه؟ دخلت علاقة مرة، افتكرت إن العلاقة دي هتحسسها إنها محبوبة، بس العكس حصل. فضلت تدي وتدي وتدي لحد ما هي خلصت، وبعدين سابت العلاقة دي وهي مش بس موجوعة، كانت حاسة إنها معرفتش نفسها فيها ولا عرفت الشخص اللي قدامها بجد. عدت فترة وقررت تبدأ تهتم بنفسها، مش بالميك اب ولا باللبس. بدأت تكتب، تمشي، تسمع بودكاست زي اللي انت بتسمعيه دلوقتي، بس برضو لسه السؤال موجود: أنا مين؟ أنا عايزة ايه؟ ليه مش عارفة أعيش مرتاحة؟ كل اللي حواليها بيتغيروا، صاحبتها اتخطبت، التانية سافرت، التالتة لقت شغلها، وهي واقفة مكانها بتتفرج وبتقارن وبتغرق أكتر في السؤال. وفي وسط كل ده، في مرة وهي قاعدة لوحدها فتحت موبايلها وكتبت في النوت: أنا تعبت من إني مش فاهمة أنا مين، بس يمكن دي أول خطوة إني أعترف إني مش فاهمة وأدي لنفسي فرصة أدور وأجرب وأغلط وأتعلم. وإنتي اللي بتسمعيني دلوقتي يمكن تكوني البنت دي، يمكن تكوني في مرحلة مش فاهماكي وحاسة إنك بتدوري على نفسك. بس عاوزة أقولك حاجة: كلنا في وقت من الأوقات بنبقى مش فاهمين نفسنا، ويمكن ده مش عيب، يمكن ده جزء من الرحلة. محدش بيتولد فاهم هو مين، ومفيش إجابة واحدة للسؤال ده، بس في حاجات بتساعدك تقربي من نفسك أكتر. لما تبطلي تقارني نفسك بحد، لما تسألي نفسك أنا إيه اللي بيريحني، لما تسمحي لنفسك تغلطي وتغفري لنفسك بعد الغلط، لما تعملي حاجة بتحبيها حتى لو بسيطة، لما تبقي رحيمة بنفسك مش دايما قاسية وعنيفة عليها. أنا كتبت الحلقة دي وأنا بفتكر أنا كمان كل اللحظات اللي حسيت فيها إني تايهة، كل لحظة وقفت قدام المراية وسألت نفسي هو أنا بجد؟ بس في كل لحظة كنت بقرب من نفسي أكتر، حتى لو مش لاقية الإجابة، على الأقل كنت بسمع الصوت اللي جوايا مش بكتمه. لو انتي سمعيني دلوقتي وحاسة إنك مش فاهمة نفسك، أحب أقولك إنك مش لوحدك، وإنك مش فاشلة ولا ضايعة ولا قليلة. انتي بس بتبدأي تفهمي نفسك خطوة خطوة. بلاش تستعجلي، بلاش تقسي على قلبك، خدي وقتك، دوري واحلمي وجربي وحبي نفسك بكل حتة فيها حتى لو لسه مش فاهماها. لو الحلقة دي لمستك ابعتيها لصاحبتك اللي بتحس زيك، ويبقوا قريبين من بعض، عشان ساعات كل اللي احنا محتاجينه ان حد يقول لنا انا حاسس بيكي. شكرا انك سمعتي لحد هنا. استنيني في الحلقة الجاية من البودكاست. انا وانتي هنتكلم ونتحس وندور على نفسنا سوا.